أعرابي طب للمسجد، قال لهم أريد الحسين. قال له لذاك بالمسجد. اجى للإمام الحسين، سلام عليكم السلام. قال له أنت أبا عبد الله الحسين، أبو عبد الله الحسين؟ قال له إيه. قال له أنت ابن بنت رسول الله؟ قال له إيه. قال له أنا قتلت لي قتل، نستجير بالله، بعشيرتي منطقتي بقريتي قتلت لي قتل، يعني ما متعمد، وهاي عشيرة المقتول تريد دية وأنا ما عندي، ذولا لو يقتلوني لو ياخذون الدية، وأنا دية ما عندي، مبلغ عظيم هذا كبير، فوصفوا لي كرمك، قالوا لي أنت كريم وأنا جايك أريدك تساعدني. الإمام إيش قال له؟ قال له أنا ساعدك بس بشرط. قال له شنو؟ قال له أسألك سؤالين، السؤال الثاني إذا جاوبت ثلث أعطيك ثلث الدية، إذا جاوبت ثلثين أعطيك ثلثي الدية، إذا جاوبتني جواب كاملا أنا أعطيك الدية كاملة. قال له مولانا أنت عالم والعلم خرج من بيتكم، أنا شو معرفني، أنا رجال من البادية جاي ما عندي معرفة. قال له مع ذلك أسألك. قال له اسألني، إذا عرفت أجاوبك، ما عرفت أنت تعلمني. قال له زين اسأل. قال له ما هو خير الأعمال؟ الإمام الحسين يسأل الرجل شنو أفضل عمل؟ فقال الرجل الثقة بالله، أحسن شيء يثق الإنسان بالله، لا يقول باكر مو تخرب، من أكبر تخرب، من أتخرج ما أتعين، هاي الزوجة ما يطوها، يثق بالله، يعني رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. إن الراحة زينات قابل الجايات مو زينات، الجايات أحسن، لأن هو أكو الله موجود، فأنت ليش الزينات تسيء الظن بيهن؟ هو الله بعد جميل. اليوم أنا نسبة افترض كون إحنا هيك نثق، نسبة توفيقي مثل 10%، خليني أعتقد باكر 20%، لأن هو الله مو أي واحد يعني، بس الثق بيه الطيب. فقال الثقة بالله. قال صدقت. قال له اسأل السؤال الثاني، هو هذا الأساس، كأنما ذاك يعني الشفوي وهذا الأصلي. قال له سل. قال ما يزين الرجل؟ شنو الشيء إذا حصل عليه الرجل صار زينة، صار الرجل خير كل جمال؟ الإمام الحسين يسأل الأعرابي ما يزين الرجل؟ شنو الشيء اللي يطلع الرجل بأنه جيد؟ فقال الأعرابي علم مع حلم. ايه شوف شلون الحكاية هاي، علم عنده علم بس شنو؟ ما شايل خشمه، ما يتكبر على الوادم، ما يسلم على الناس بطرف اصابعه، مو متكبر والله على ابو شنو، عنده مثلا شهاده، لو عنده شهره، لو عنده اسم، ذني بيش كيلو ذني الله ما يقلبن ذني، الله يدور الناس لشنو؟ التنزل تتواضع. شوف قوانين الله تختلف عن قوانيننا، قوانيننا الانسان من يصعد الناس تصعد وياه، تقول فلان صار الصعده، هو يصعد والناس تصعد. قوانين الله بالعكس، كل ما تنزل روحك إلى شي يسوي؟ يصعدك. بالعكس احنا فلان كان ما حد يعرفه، صار عنده منصب الناس باوعت عليه، صار له قيمة لأن صار عنده منصب، صار عنده علم، صارت عنده شهرة، صار عنده إن ذني قشور موز، مو والله ذا حاطن بالدرب ذا يريد يزلقنك، دير بالك تخبر الإنسان على اليمن. الله شي يدور؟ كل ما اللهم لا ترفعني عندك درجة إلا وحطتني بمثلها عند نفسي. بالعكس. فقال علم مع حلم، زينة الرجل علم، عنده علم ومتواضع، سهل سهل مو صعب. الإمام الحسين قال له فإن لم يكن، إذا هذا ما توفرت له الظروف يصير عنده علم، شلون يعني ما يصير عنده زينة؟ شوف علم مع حلم، ما يزين الرجل؟ قال علم مع حلم. قال الحسين فإن لم يكن، إذا ما عنده علم، ما اجت ظروف خلته يدرس ويتعلم، شنو اللي يزينه؟ قال مال مع بذل، عنده فلوس ويكرم ويساعد الفقراء ويساعد المحتاجين ويساعد المعوزين ويشارك بالمشاريع الخيرية، مال مع بذل. فهذا شلون يجيب الناس؟ إذا ما عنده علم يجيب الناس، عنده فلوس، فهاي الفلوس يساعد بها الناس، الناس تحبه فيصير زينة. فقال له الإمام الحسين فإن لم يكن، ما عنده فلوس، شلون هاي؟ لا عنده علم ولا عنده حلم
ولا عنده فلوس ولا عنده بذل، شو يسوي؟ فقال الإعرابي فقر مع صبر، فإن لم يكن قال ما فقر فقير يصبر يتعفف لا يبيع ما وجهه، فقر مع صبر. فقال له الإمام الحسين فإن لم يكن، ما يكذ روحه، قال له يا أبا عبد الله طالع بعاله هذا، فصاعقة تنزل عليه من السماء فتقتله، لا علم لا حلم لا فلوس لا بذل لا صبر، لا خليه تطيع عليه. فضحك الحسين سلام الله عليه وأعطاه الدية كاملة. الإعرابي لما أخذ الدية صار ينظر للدية ويباوع على يد الإمام الحسين ويبكي. الإمام الحسين قال له لعلك استقللتها، خاف قليلا نعطيك بعد، قال لا والله ما استقللتها، وافية كافية شافية، ولكني أعجب كيف لهذه اليد يغطيها التراب. ماكو واحد يمهم قال له هاي الإيد ما يغطيها التراب، يقصوها بسيف.